الموضوع دلوقتي تم يا جماعة، يعني هطلع منه بكلمة واحدة: اوعوا تنبهروا بالبدايات، اوعوا تنبهروا بالاشخاص. في بداياتهم كلهم بيقدموا افضل ما عندهم، بيقدموا افضل ما ممكن ان انتوا تتخيلوه. اتفضل. لكن بالفعل وبجد مع الوقت كل واحد بيبان على حياته، كل واحد بيبان معدنه. فاوعى تنبهر بحد في بداية تعاملك معاه، اوعى تديله اكبر من حجمه، لان الحجم الزيادة اللي انت هتديهوله ده والمكانة اللي انت هتديها له دي انت اللي هتشيل عواقبها في النهاية. يعني هيتعالى عليك بان انت عليته، هيتعالى عليك بحاجة زي كده، هيشوف روحه. ما انت خلاص، ما انت عليته. هو عاش في الجو اللي انت فعلا عايشته فيه. انت قلت له يا استاذ فلان ويا فلان باشا ويا علان باشا، فخلاص وهو مش كده. فبقى خد ده حق مكتسب بالنسبه له، عاش فيه وهيعيشوا عليك انت كمان. فهتدور هتلاقي واحده مع خطيبها في بدايه حياتهم، كل واحد فيهم بيتمنى يقدم للتاني افضل ما عنده. الاتنين حبايب مع بعض واصحاب بيقدموا لبعض افضل ما عندهم. مع الوقت والتعامل ما بيبقاش الدنيا كده، ما بتبقاش الدنيا كده. فاللي انت هتكبره النهارده قوي وتفخم منه قوي، للاسف هيشوف روحه عليك بعد كده. فانت من غير ما يشوف روحه عليك خلي مكانتك موجوده وما كنت موجود. ما تقللش من حد ولا تهين حد، لكن مش هديك اكتر من اللي لك. انت المفروض تتوجه حبه قد كده، هوجبك حبه قد كده. وفي نفس الوقت الحبه اللي قد كده لما يبقوا طالعين من حد برضه له مكانته بتبقى لها غلاوه برضه. ف ما تستعجلوش في التعامل ولا تنبهروا بحد، ولا تنبهروا بالبدايات. البدايات حلوه قوي في اي تعامل، في اي علاقه. بدايه التعامل فيها حلوه قوي. حتى الواحده تقول لك يا ريتني فضلت طول عمري مخطوبه. ليه؟ ما هي الخطوبه بالنسبه لها مرحله فرحه وانتعاشه وخروج وسعاده لكن لما تواجه الحياه على حقيقتها بتعرف ان الله حق. فالتعامل حق وحقك، مش هاجي عليك ولا هقلل منك، ولكن مش هديك اكتر من حقك، لان لما هديك اكتر من حقك انت هتيجي على حق انا. فعشان لا اجي على حقك ولا تيجي على حقي، يبقى حقي وحقك، واجبي وواجبك، مش هنيجوا على بعض. انت هتقدرني قيراط وانا هقدرك قيراطين، لكن ما باش انا بقدرك الثلاث اربع قراريط وانت انا عندك في الخانه اللي مش موجوده. لما يبقى عندي انت تعبان ازورك بال100 مره، ولما يبقى انا تعبان ولا ما عندي مشكله ما اشوفكش، ده يبقى انت مش شايفني. يبقى انا كده عندك في حته مش في التمام. يبقى انا اللي حطيت روحي في المكان ده، في المكان اللي هو مش في التمام. لما اديتك بزياده وكبرت، التكبير ده انت خدته ان انا قليل، مش ان انا بكبرك علشان ان انا حد منبتي حلو وان انا كبير. لا، انت خدته من باب ان انت كبير وانا قليل. تكبروش بحد اكبر من حقه. هو يساوي كده ادوله كده. اللي هتفخموه زيادة عن حقه هيتمرق عليكم. التعامل بالعقل وبالحكمة يفيد كل الأطراف، مش هيضر حد. واللي يزعل من الحق يخبط دماغه في الحيطة. اللي يزعل من الحق ما يبقاش حقاني، مش هيزعل من الحق إلا الضلالي.
انما الحقاني عمره ما يزعل من الحق. ف مش عاوز اطول عليكم، ولكن حاولوا تعاملكم دايما يكون بحدود وبالعقل عشان ما ترجعوش تندموا. السلام عليكم.